بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، الرحمة والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار في الأرض المباركة، والشفاء للمكلومين والمجروحين والمرضى. في هذا الفيديو سأتحدث معكم عن فن من فنون الأدب يسمى فن المقامات الأدبية. والمقامة الأدبية نوع من القصص الأدبي يرويه شخصية خيالية، ويعرض هذا القصص بطريقة وبأسلوب مسجوع وبليغ ومثير. المقامة الأدبية تتكون من 3 عناصر. العنصر الأول وهو الراوي، ويكون شخصية خيالية تنقل أحداث هذه القصة. والعنصر الثاني وهو البطل، ويكون كذلك بطلا خياليا تدور عليه أحداث القصة، ويكون غالبا معروفا بالدهاء والمكر والخديعة. والعنصر الثالث والأخير النكتة، وهي العقدة التي تحاك عليها هذه القصة. والمقامة الأدبية هي مثيرة للقارئ من جانبين. الجانب الأول جانب الأسلوب البليغ المثير، والجانب الثاني هو الأحداث المشوقة التي تتضمنها هذه القصة. أفضل من نبغ في هذا الفن هو بديع الزمان الهمذاني، وهو أول من ألف فيه وبرع فيه، وناظره وشاكله أبو القاسم الحريري، ثم حذا حذوهما الكثير غيرهما، لكن لم يبلغوا شأوهما، وأكثرهم من المشرق. إلا أن المغاربة لم يكونوا أقل شأنا من نظرائهم المشارقة في هذا الفن، فألفوا فيه وأبدعوا فيه أيما إبداع. وهنا أحبابي الكرام، سأعرض عليكم بعض المقامات المغربية التي وجدتها في كتاب النبوغ المغربي في الأدب العربي لمؤلفه العلامة عبد الله قنون رحمة الله عليه، الذي أبرز فيه علو كعب المغاربة في سائر صنوف الأدب، ومن بين هذه الفنون فن المقامات. أول مقامة سأعرضها عليكم هي مقامة الحجام لابن الطيب العلمي، يقول فيها: أخبرنا بعض الظرفاء من ذوي المروءة والوفاء، ممن أعتمد على نقله وروايته، وأحكم بصحة عقله ودرايته. قال: جلست يوما مع جماعة من الأحباب على شيء من الشراب، نتذاكر ما مر في أيام الشباب، وبيننا شاب حسن الصورة، عليه الملاحة مقصورة، واللطائف في شمائله محصورة، إلا أن شعر شاربه قد طال، واسترسل غاية الاسترسال، فسألناه عن سبب طوله وعدم قص طويله، فقال: أنا أخبركم بخبر يعجب لذكره الحاضرون، ويطرب لسماعه المنصتون والناظرون. كنت من شأني أتزخرف في المكاسب، وأتخير منها ما يناسب، فصليت يوما صلاة الاستخارة، فوجدت نفسي مائلة إلى التجارة، فقصدت مدينة سنجار، وفتحت بها حانوتا بسوق التجار، ووضعت فيه من محاسن القماش ما أستعين به على المعاش، وزينت الدكان بحسب الإمكان، وكسوتها بالأستار على 4 أركان، وعاملت أهل الأسواق بمكارم الأخلاق، واستعنت بالقربة على ليالي الغربة. اتفق لي في بعض الأيام ضرورة إلى دخول الحمام، فوجدت في طريقي جماعة من النسوان، بينهن فتاة كأنها قضيب البان، فلمحت من تحت الإزار معصمها، وقد سطع صفاؤه، وأبصرت من تحت النقاب جسمها، وقد لمع ضياؤه، فوقفت وقد جرى من الجفون دمي، وعجزت عن نقل قدمي. ثم تبعتها من بعيد، ولاحظتها إلى أين تريد، فدخلت دارا يدل إتقان بابها على سعادة أربابها، فنظرت فإذا بالقرب من ذلك المكان
خياط يخيط في دكان، وعنده من الصناع والأعوان ذو أذقان ومردان، صنوان وغير صنوان. فقلت في نفسي: من هذا الخياط أستفهم، عما علي أبهم. فرجعت إلى دكاني ثانيا عناني، وأحضرت عدة من التفاصيل، وجئت بها حانوت الخياط بقصد التفصيل. فجالسته وحاورته وآنسته، وفصلت ذلك القماش، وعجلت له من الأجرة ما يحصل به الانتعاش. ففرح بحضوري واعتنى بأموري، ووجدت عنده معرفة بالأدب، وشكى لي من ضيق الحال والسغب. وأنشدني لنفسه من شعره المستعذب: أنا الخياط لي رزق، ولكن أرى حالي من الإفلاس عبرة. ذراعي فيه من فقري مقص، ورزقي خارج من عين إبرة. فاستحسنت نظمه وحملت همه، وصار يتلقى كلامي بالقبول، ويقف ممتثلا ما أقول. فسألته عن صناع دكانه وديار جيرانه، فما زال يشير إلى كل دار ويشرح حالها، ويعرفني تفصيلها وإجمالها، حتى أفضى الحديث إلى الدار التي أختارها، وقصدي أن تتضح لي أخبارها. فقال: هي دار خطيب البلد، وهو رجل كثير المال قليل الولد، مشهور بالتوقرة الزائدة، ولا له من الأولاد إلا ابنة واحدة، وهي روحه التي بين جنبيه، والسواد الذي فيه نور عينيه. وقد منعها الأزواج، وخطبها جماعة من البلد، فلم يسمح لها بالزواج. فقلت: والله لقد شوقتني إليها، وحدثتني نفسي بخطبتها والعمل عليها، فهل تعرف امرأة تعرفني باسمها وتوصل خطبتي إلى أمها؟ فدلني على عجوز مشهورة في عقد النكاح، تعرف بياقوتة الملاح. فلما لقيتها أوضحت لها الحال، ووعدتها إن تمت المسألة بتحف ومال. فسمعت كلامي وضمنت لي بلوغ مرامي، وأنشدت: أنا ياقوتة الملاح وربي، في أموري هو الكفيل بقوتي. إن سلكت القفار جئت بوحش، أو سلكت البحار جئت بحوتي. ويقود الصعاب لطف احتيالي، بخيوط تكون من عنكبوتي. ألقني في لظى فإن غيرتني، فتيقن أن لست بالياقوت. أتوقف هنا على أن أكمل إن شاء الله بقية المقامة في فيديو آخر بحول الله تعالى، والسلام عليكم.